السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ويوم جديد ان شاء الله معايا كده ان شاء الله، وروتين جديد يا رب ان شاء الله يعجبكم. في اول فيديو بتاعنا كده نبدأ كده بالصلاة على الرسول كده والاستغفار. واي حاجة كده مضايقاكي استغفري ربنا كتير، وبإذن الله ربنا يزيح همك ويفك كربك بإذن الله. ويفك كرب كل المسلمين، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بقى هنعمل ايه؟ هنعمل شويه كده روتين في المطبخ كده زي ما احنا متعودين مع بعض، شويه غسيل مواعين، هنغسل مع بعض المواعين والبوتاجاز وننضف المطبخ. وهنعمل كمان اكله سهله وبسيطه كده و... واكله حلوه قوي، ما بنعملهاش كتير في الصيف. فاكلها اكتر بيبقى في الشتاء يعني وكده. فاللهم صل على النبي. هنبدا كده زي ما اتفقنا نصلي على الرسول كده ونستغفر ونبتدي الفيديو بتاعنا. عايزين بقى نتكلم النهارده في موضوع، عايزه اقول لكم الموضوع ده يخصني انا شخصيا. بصراحه يا جماعه انا فرحانه من نفسي، يعني بجد يعني مبهوره كده بنفسي، وحاجه ايجابيه كده في حياتي حصلت لي، فانا حاسه ان انا عملت انجاز يعني. بما ان الموضوع ده كان ساعات بيضايقني، ولما تخطيته ففرحت جدا. ايه هو بقى؟ هقول لكم بقى ايه هو. كنت دايما احسب لكل حاجة ازاي، مش بقى بحسب يعني بتوقع من اللي قدامي نفس الحاجة اللي انا بعملها. يعني ازاي؟ يعني لو انا دايما بسأل على حد، الشخص اللي انا بتكلم مثلا عنه ده، وهو ما بيسألش عني، كنت بزعل. لو في عنده اي ظرف في حياته، ما كنت دايما اروح واجي واسأل ومش عارفة ايه وكده. فلما فزي ما قلت لكم كده كنت باجي وبسأل، وكنت ببقى يعني بستنى ان اللي قدامي ده زي ما انا بسأل عليه او عليها هي كمان تسأل عليا وتوديني، ولو ما جيتش ازعل. ولو مثلا لو عندي حاجة في حياتي، اي موضوع اي موقف اي حاجة، سواء تفرح او لا قدر الله تزعل، كنت ازعل قوي ان ما سألتش، ان ما جيتش، ان ما كلمتنيش. لا، انا ما عدتش بقى كده خالص. انا بقى عندي كده جوايا سلام نفسي كده، الحمد لله، اللهم ديمها نعمة يا رب واحفظها من الزوال. والموضوع ده ما حصلش كده في يوم وليلة، ما صحيتش من النوم لقيت نفسي كده. انا كنت بزعل وكنت باخد الموضوع جوايا واقعد اعيط واقول طب ليه؟ طب انا بسأل عليها، طب هي اللي ما بتعملش معايا كده؟ طب انا انا لو هي لو في نفس الموقف كنت انا ما سبتهاش، انا مش عارفه ايه. لا، انا ما عدتش بتوقع من اي حد خالص اي رد فعل. جيتي وسألتي وبقيتي معايا في اللي انا فيه، يعني كتر الف خيرك، وعمري في حياتي ما انسالك الجميل ده في حياتي مثلا. إيه، ما جاتيش وما سألتيش عادي، مش هلوم عليكي، مش هعتب عليكي، مش هقولك ما جاتيش ليه، مش هقولك انا زعلانه منك، مش هقولك اي حاجه، وهتعامل معاكي عادي خالص. مش لقم، لان انا كنت زمان مفكره ان الموضوع ده لقم وخبز. كنت مفكره، كنت لما اجي اشوف ناس كده كنت استغرب، اقول لها يعني طب ليه انت بتكلميها عادي وانت من جواكي زعلانه؟ او انا بقى مش زعلانه علشان كده بتكلم عادي. كنت الاول ازعل واقول طب ليه، ولما تيجي تكلمني ابقى باين عليا الزعل. انا بتكلم في العموم مش على شخص معين او شخصيه معينه. فما كنتش بقى بعمل كده. انا دلوقتي بقى عندي كده حاجه كده جوايا كده، هدوء اعصاب، اللي هو تعالي حبيبتي اقفي جنبي، ما تقفيش، ما تجيش، ما تكلمينيش، ما تسأليش كده، فاهمني؟ فما عدتش بيهمني يعني السؤال ده. فبجد بجد دي حاجة مريحة جدا للأعصاب ومريحة جدا للنفس كده، وحاجة كده اللي هو يعني مش مستنظرة من حد اي حاجة خالص. والله حصل حاجة كويسة وحد كان واقف معايا، والله عمري ما هنساله الوقفة بتاعته، او السؤال في وقت ما انا كنت محتاجة سؤال. ما شفتش ده، عادي خالص. الحياة ماشية، الحياة يا جماعة ما بتقفش عند حد. وعايزة اقول لكم ان سن ال30 ده يعني بجد حلو قوي. كلنا اخدين الفكرة عن بقى، كسرت ال30 خلاص انت ماشية في حاجة و30، انت كده خلاص عمرك بيروح، لا بتكبري، لا 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 لا، ده سن النضوج. والله يا جماعة عن تجربة وعن خبرة، ده سن انك انت كده بيحصل لك كده
بتكبري، عقلك بيكبر، بتنضجي فعلا بمعنى كلمة نضوج. فعلا انت بتكبري سنا وعقلا. فبجد حاجة حلوة قوي، حاجة حلوة قوي انك انتي تبقي يعني ايه عايشة كده في عالم لوحدك كده. ده مريح، بدل ما تفضلي تحرقي في دمك وتعصبي نفسك وتزعلي وتتقهري وتحسبي لكل حد طب انا عملت معاه كذا، طب هو ليه ما عملش معايا كذا. خالص خالص، انسي يا ماما. عيشي حياتك، ودايما حاولي انك انتي تبقي قد كل حاجة في حياتك بتحصل لك. يعني إيه، تبقي كده سند وظهر لنفسك. ما تستنظريش من اقرب الناس ليكي، اقرب الناس ليكي ما تستنظريش منهم اي رد فعل إيه يعني حاجة واو، لا، عشان لما يحصل لك خذلان الموضوع ما يأثرش فيكي. حاولي انك انتي تبقي والله جيت وحضرت وكنت موجود معايا، يعني كتر الف خيرك او كتر الف خيرك. ما جاتيش وما حضرتيش وما كنتش واقفه معايا، عادي خالص، الحياه ماشيه. وانا قد كل حاجه، وانا قد مسؤوليتي، وانا قد المسؤوليه اللي ربنا حطني فيها كده. فالسن ده سن حلو قوي، سن كده بيخليكي كده مستغنية او عندك يعني غنى كده بالله فقط. وده احسن حاجة في الدنيا، احسن حاجة انك انتي تبقي مكتفية كده بذاتك وبربنا سبحانه وتعالى اولا، وما تستنظريش من اي بشر اي رد فعل. بجد الموضوع ده مريح جدا، وبجد انا مبسوطه قوي، او حاسه كده ان انا عملت انجاز في حياتي. حاسه كده ان انا خلاص كده وصلت كده للهدف اللي كنت دايما نفسي اوصل له. كنت بستغرب اول لما بشوف ناس كده، وكنت بقعد اقول ايه الناس دي، ايه البرود ده؟ لا بجد دي احسن حاجه. لو ده البرود انا عايزه ابقى بارده. انا طول عمري والله العظيم بجد يعني بحط كده المواقف جوايا، مش بحسبها اللي هو مثلا قاعده مستنياكي، لا. زي ما انا ببقى مع اللي قدامي، بحس ان هيترد لي نفس اللي يعني مش عارفه اجيبها لكم ازاي. يعني لما انا ببقى مثلا مع حد قريب ليا محتاج لي، لما بيحصل لي اي موقف بستنى ان اللي قدامي ده هيعمل معايا نفس الشيء. فلما ما يحصلش كنت ازعل، لا انا الوقت مش كده خالص. انا كده تمام جدا جدا جدا. إيه، مرتاحة، مريحة اعصابي، مريحة بالي، والحياة بتمشي والمواقف بتعدي. والحمد لله الحمد لله دايما كده الواحد بيحس ان هو إيه، لا يعني قدها، قدها. الحمد لله الحمد لله يا رب دايما وابدا إيه ابقى قدها، ودايما وابدا ابقى مش محتاجة لحد، ومستغنية عن كل حاجة، ومكتفية بربنا ثم نفسي فقط لا غير. والحمد لله الحمد لله على النعمة ديت، لان فعلا دي نعمة ولازم نحمد ربنا عليها. فاللهم لك الحمد يا رب. هنا بقى خلصنا المواعين وخلصنا البوتاجاز وخلصنا كل حاجة وخلينا الدنيا زي الفل. ما شاء الله زي ما انتوا شايفين كده كل حاجة كده في ثواني في ثواني بتتظبط كده وتمام التمام. يعني انت اول ما تخش المطبخ بتاعك بتلاقي الدنيا مقلوبة. ما تتقفليش كده عن المطبخ لا، اقفي كده وقولي لا انا قدها وقدود. شايفين؟ اظن يعني الشكل بيتكلم عن نفسه، او نص او الصورة بتتكلم عن نفسها. المطبخ كان شيء وبقى شيء تاني خالص. يلا بينا بقى نعمل غدوة كده سهلة وسريعة، وكمان بتدفي وحلوة قوي قوي في الشتاء مش في الصيف. يعني انا مش من انصارها خالص في الصيف والله. وبصراحة وهي بتتعبني في كل الاوقات يعني بصراحة، بس برضو يعني ما يمنعش ان الواحد نفسه بتروح لها كل فترة كده. هنعمل رز وعدس بطريقة سهلة كده وبسيطة. طبعا الرز بيبقى مثلا التلات ارباع رز والربع او النص عدس. يعني ازاي؟ لو انت مثلا كيلو رز بتحط عليه مثلا نص كيلو عدس. الكيلو رز مثلا، الكيلو رز لو انت عايزاه يعني ايه يكون مظبوط يعني. لو حطيتي كمان ازيد من النص كيلو بشوية كمان على الكيلو الرز بيبقى حلو قوي. كل ما هتزودي العدس كل ما هيبقى كده. انا من الناس اللي بحب الرز والعدس كده طري، ما بحبوش يكون مفلفل. طبعا دي اذواق كل الناس، كل واحد وذوقه يعني في الاكل. هنا بقى ايه الزيت بتاعي سخن كده بالشكل ده، ونزلت كمان على الرز
نزلت على الزيت بالرز والعدس المغسول كويس قوي، وحطيت الملح بتاعي، ظبطت الملح بالشكل ده، واديت تقليبه كده حلوه مع الزيت والملح كده للرز. وهبتدي ان انا اظبط العقد بتاع الرز بتاعي. العقد ده يعني الميه بتاعه الرز اهو بالشكل ده كده، وهديله تقليبه كده حلوه، ويبقى كده خلاص الرز والعدس بتاعنا جاهز معانا. عايزه اقول لكم حركه المعلقه ديت كانت امي بتعملها زمان. إيه لما المعلقه تقف كده مظبوطه، تبقى كده المعيار بتاع الميه مظبوط جدا على كميه الرز. بس طبعا ده انا بهزر، يعني انا بعمل بالنظر الصراحه. كده ما شاء الله العدس بتاعي كان استوي وكان اتشرب، مش كان استوي بقى، كان اتشرب. هديت النار عليه وسبته بقى ايه يستوي. حمرته جنبه شويه بطاطس، وده كان الاكل بتاعنا بصراحه، جنب شويه مخلل. سهل وبسيط، وان شاء الله باذن الله يكون الروتين بتاعي عجبكم. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وكومنت كده حلو منك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.